فتح مطعم اسمه بو. هذا صاير بالبنوك. اكو عندهم واحد من الاطباق اللي هي كلش طيبه وسعرها كلش مناسب، اللي هو الدجاجه المدخنه. شنو هي الدجاجه المدخنه؟ هاي عباره عن دجاجه يدخلوها بفرن تبقى لمده 8 ساعات تستوي على الدخان، وتطلع عندك بهذا الشكل. يتقدم وياها 3 انواع تمن ومقبلات وثوميه وطرشي، كل هذا 16000 دينار. بسم الله. بعد شلون تصير اللحمه مالتها تايخه. يعني طريقة الطبخ مال الأكل والدجاج بالدخان كلش تنطي نكهة مميزة. لحظة. يلا 1 2 3. هذا واحد من الأطباق إذا أنتم بالبنوك أو قريبين على البنوك ضروري تجربوه. أكو عندك الروبيان المقرمش، هم يقدموه هنا بطريقة لطيفة. وهذا سمك فيليه. يعني هذا إذا أنتم تحبون السمك المقرمش فضروري تجربون هذا الطبق. الصمون طبعا هم هنا يسووه، عندهم أفران خاصة بهم. واكو عندك هذا الريزو. الكل يعرف انه الريزو هي عباره عن تمن وعليها حلقات مال كريسبي دجاج، بالاضافه الى الخلطه الخاصه وجبن. وبالتالي اغلب الاكلات السريعه تلقوها هنا. البيتزا مالتهم هذه بيتزا فصول 4 متنوعه، لحم دجاج على خضار على مرتديلا. واكيد المطعم اللي يقدم الوجبات السريعه لازم يكون عنده برجر. مثل ما قلت لكم انه العجينه مال البرجر هم يسووها، وهاي المكونات مال البرجر مالتهم. كمية اللحم اللي موجودة هواية باللفة، وكمية الجبن هم صايرة ميكس كلش طيب. فبالتالي اللي يجي راح يلقى اكلات سريعة. جماعة العظام اللي يحبون الاكل الهواي كلش انصحكم تجربون هذا الطبق، سعره مناسب وطعمه كلش طيب. واكيد عندهم شاورما، لان هاي السندويشات مال شاورما لحم. فبالتالي المنيو مالتهم خل اراويكم المنيو، اعطونا المنيو. وبالتالي هاي الاسعار مال المنيو. هاي بالنسبة للشاورما اسعار كلش مناسبة. ومن تجي للوجبات هاي الاسعار مالتهم. اكو شغله هنا موجوده عندهم، يقدمون البطاطا المقرمشه. مو كل المطاعم ببغداد تقدمها، والبطاطا المقرمشه طعمها كلش طيب. فاذا تحبون اكلات سريعه تعالوا للبنوك مطعم بو، راح تلقون يمه وجبات اكل كلش طيبه واسعارها مات مناسبه. انتظرونا بحلقه ثانيه مكان ثاني. في امان الله.